طلع جميل. مش كعب الغزال، اللي هو بقسماط اللي هو الكعك اللي بالعجوة اللي بتجيبوه من الفرن. بس والله جميل وطعمه أجمل. وبصوا، يعني أنا هفتحه لكم أهو. بصوا دايب، والله دايب، وما اقولكيش على طعمه تحفة. اعمليه هتلاقيه جميل جدا. و ده كده خلص. ودي الصينية اللي عملنا فيها كعب الغزال، يبرد بس وطلعه من الفرن وهو رخر ملوش حل. بالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين. صباح الخير. واول حاجه بنقولها كل سنه وانتم طيبين. برضو احنا بنحضر حاجات رمضان. اول حاجه دلوقتي هنعملها، ادي معلقه، ادي معلقه خميره، وهنحطها في ميه دافيه. الخميره في ميه دافيه بمعلقه سكر، وهنركنها على جنب. هنعمل النهارده بسم الله ما شاء الله اكبر. هنعمل ايه؟ ابو عجوه، اللي هو الصوابع اللي في الفرن، اللي احنا بنعملها ابو عجوه بالشمر واليانسون. ماشي كده، هنعملها بسم الله ما شاء الله ونقوم راكنينها كده. احنا معانا ايه دلوقتي؟ معانا 4 كوبايات دقيق. اول حاجه هقولها، ما نستعملش الدقيق السايب عشان انا جبته ونشف الحاجه، بياخد سمن كتير. ادي اول حاجه. هنحط السمسم زي ما قلت لكم. عندي شويه محمصين وشويه نيين اهو. هنحط ذره الملح ده كده، ملح. هنحط حبة من ريحة الكحك، وهنحط معلقة بيكنج باودر. اللي عندي نص باكو يا دوبك معلقة، عشان انا حاطة معلقة خميرة بس. معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر. هنحط بقى ايه، انا محمصة الشمر واليانسون وطحناه اهو. ده اساسي بتاع النهاردة كده. احنا معيارنا ثابت. هعمل ايه بقى؟ ده ربع سمن. هعاير بكوباية الدقيق اللي انا كنت معايرة بيها. هعاير كوباية سمن. السمن سخن. يلا اهي، ونص زيت. نفس الكوباية، نص زيت ونص، يبقى كده معادل كوبايتين. انا حاطة حوالي كوباية وايه، يعني الكوباية اهي كده. يبقى المعيار عندنا 4 كوبايات. ادي بنقولهم بالمعيار 4 كوبايات، يبقى عليهم كوبايتين سمن. النص كيلو عليه ربع كيلو سمن. الكيلو دقيق عليه نص سمنة. ده معيار ثابت. احنا بنحط في القراقيش سمن وزيت. عشان ايه؟ عشان بتبقى حلوة. لان انا هحط في العجوة بتاعتها برضو سمن.
تبقى مقرمشه كده شويه، بس هي لازم القراقيش دي بيتحط لها زيت وسمن. وبدعك كده اهو زي ما انتوا شايفين الزيت والسمن بالدقيق بتاعنا اهو ما شاء الله. اللي هو بصوا بقى ده الدقيق ده دقيق الضحى، ودقيق الضحى ما بيشربش سمنته. الدقيق التاني بعد الكحك نشف رغم انه واخد نفس المقدار. جبت بقى الدقيق فتحت ده وفتحت اللي عندي السايب، لقيت ده اصفر وده ابيض. فيا جماعه جيبوا الاكياس، جيبوا اي شركه انتوا عايزينها، بس حاولوا يعني تجيبوا النوع الابيض قوي البياضه شاهي. الدقيق المصفر ده للاسف بينكر سمنته. متعرفيش بقى فيه غش كتير زياده عن اللزوم ليه كده اهي. بصوا والله هي شوف بقولك بالسيق هو مش محتاج، بس هو بصي هو جميل ازاي، هو جميل بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. اهو بصوا احط عليه بقى ايه الخميره فورت اهي. لو استنيت 5 دقايق كمان هتبقى اعلى اهي. حطيت نص كوبايه ميه بالخميره اهي كده. ممكن ما احطلوش ميه تاني لان انا اتعمدت ازود الميه شويه في الخميره، قلت عشان ايه؟ عشان ما احطلوش حاجه تاني. ممكن تحطي له حبه لبن اهو كده. انا الخمسة نضيفة، فلما بقطع حاجة بدخلها الطبق مش مشكلة نضيفة. هندفي حبة لبن عشان نحطه، بس لازم تدعكيه كويس، لازم ياخد منك دعكة كويس. هقفل شوية قبل ما ادعك. احنا بقى بندعك الكحك اهو دعكة كويسة محترمة، وهنضيف عليه شوية اللبن الطبيعي، مش هو ربع كوباية بالكتير. بس يكون دافي، كل حاجتك تكون دافية بس كده. اهو انا بحط بالوقت عشان انا عارفة. اهو هبس كويس، ولو عايز حاجة انت تخلي ايدك معيار تحطيها. اهو نحط ربع كوباية لبن عليه ونشوف الدنيا فيها ايه. بعدين ابو عجوة والجرس دي كده. كده مش عايز حاجة، ولو عايز حطي له بق مية بس متكتريش السوائل عشان ما ايه ما ينشفش منك.
حاجة. خلصنا كده بس بقى الكحك، مش محتاج منك اي حاجة اهو. اهو اهو تدعكي فيه على قد ما تقدري. بس تقطعها كده تشوفيها كده اهي جميلة، ولا مشققة ولا فيها اي حاجة. بالهنا والشفا. خلصنا بقى ايه العجوة. طب عجوة كده، خد تلت كوباية لبن، مش عايز حاجة خالص. دلوقتي امسك العجوة اعملها. العجوة اهي بدعكها عشان انا جايباها ومفصصاها. كان عندي حتة مفرومة من اللي هم الجاهزين دول، حطيتها عليها. بس احسن حاجة انك تجيبي العجوة تفصصيها بايدك وتنضفيها وتدعكيها انت لما تطرى. تدعكيها بحتة سمنة بلدي كده ونشتغل بيها ان شاء الله. حبة سمنة بلدي ادعك بيهم العجوة. اهي دعكة في العجوة دي اتدعكت كويس. حط عليها شوية قرفة، حط على العجوة قرفة كده، واحط عليه زر برد. حط عليه كمان شوية شمر وينسون من جوه كده، تدي ريحة حلوة. وندعكه لسه السمسم اهو. بقت ريحة العجوة جميلة ملهاش حل. اجيب سمسم بقى واحد، بس كده اهو. بقت حاجة جميلة. لما بلاقي بس عجوية ناشفة بشيلها. لا عجوية ناشفة في ايدك شيليها. بصوا اهي اتدعكت. اعملها بقى كده الصوابع عشان احطها في قلب العجين. قدامكم اهو صبعنا العجوة. ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنحشي الفطيرة ابو عجوة او المنين او ابو عجوة الصوابع. نرش شوية دقيق، نرش شوية دقيق كده وهنحطها.
كده اهو. هنلفها كده ألفها كده اهو كده اهو. وهنقطع كده وهنسويها كده نسويها كده اهي طلعت مقاس بعض كده. هنجيب الصينية وهنرص زي ما احنا هنرصها كده كده اهو زي ما انتوا شايفين، بس احنا هنحط عليها سمسم. يرتاح وبعد كده ندخله الفرن على درجة حرارة عالية وبعد كده نوطي. طلع جميل. مش كعب الغزال، اللي هو بقسماط اللي هو الكعك اللي بالعجوة اللي بتجيبوه من الفرن، بس والله جميل وطعمه أجمل. وبصوا يعني أنا هفتحه لكم أهو، بصوا دايب والله دايب، وما اقولكيش على طعمه تحفه. اعمليه هتلاقيه جميل جدا. ده كده خلص. ودي الصينيه اللي عملنا فيها كعب الغزال، يبرد بس وطلعه من الفرن وهو رخر ملوش حل. بالهنا والشفا. وكل سنه وانتم طيبين. كعب الغزال اهو، بصوا جميل والله مليح، والله مليحة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. بالهنا والشفا. كعب الغزال، واللي عايز الطريقة إن شاء الله هيلاقيها على اليوتيوب كاملة مكملة بكل خطواتها بكل حركاتها. حاجة هتعجبكم أوي 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 إن شاء الله. في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.